اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي. على بركة الله وبركة بسم الله إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض من كيلو لبن هنطلع منه كيلو جبنة. أيوة، هنطلع كيلو جبنة من كيلو لبن. ده ازاي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو إن شاء الله. وعايزة أقول لكم كمان، غير إنك هتطلعي نفس الكمية بالظبط يمكن أزيد، قسما بالله طعمها بجد هيعجبك جدا 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 إن شاء الله. بس لما تجربيها نقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. وفي كسرولة زي دي أو أي حلة موجودة عندك إن شاء الله هنحط كيلو من اللبن الحليب. اللبن ده أنا جايباه من عند لبان عادي جدا طازة، ما غليتوش قبل كده، لسه مفضياه من الكيس حالا. نقول بسم الله ونبدأ نضيف كمان مقدار معلقة كبيرة من الملح. الملح بتاعي هنا لونه بامبا لأنه ملح هيمالايا اللي هو الملح الصخري ده الصحي. حطيت بنفس مقدار المعلقة دي، والمعلقة دي هي اللي هستخدمها في كل المقادير بتاعتنا دلوقتي إن شاء الله. هدوب الملح كده مع اللبن الحليب زي ما احنا شايفين. وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة مليانة من الخل، معلقة الطعام برضو. تمام. واجيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم واجيب المعلقة وهعاير بيها الخل وهنزل بيها على اللبن. طب انا دلوقتي ما عنديش لبن حليب طازة، عادي اعمل ايه؟ عندي لبن معلب بس هيمشي معاكي اللبن المعلب مفيش اي مشكلة. قلبت الخل وبعد كده هنجيب 4 معالق كبيرة هرمية من النشا. ادي واحد، ادي التانية، ادي التالتة، واخر واحدة الرابعة. لازم تكون المعلقة كبيرة ومليانة من النشا، ده هيفرق جدا في قوام الجبنة في الاخر. هدوب كل الحاجات مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده نقول بسم الله ونروح ناخدها على البوتاجاز على نار هادية مع التقليب المستمر. اوعي تغيبي عنها. ومن قبلها انا كنت مجهزه هنا 200 جرام 300 جرام ممكن 100 جرام عادي. يعني انا عندي هنا ميكس جبن تشيدر على موتزاريلا على رومي. انت بقى عندك جبنه رومي، عندك جبنه موتزاريلا لوحدها، اي طعم انت حابه الجبنه بتاعتك تاخده هتاخدي من الجبنه اللي هي الاساس وتحطيها في اللبن اللي احنا بنعمله ده. فضلت ادوب في اللبن لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده، بدات تبقبق معايا كده، والنشا اتاكدت ان هي استوت تماما. تمام، لازم اتاكد ان هي استوت خالص. هضيف بقى الميكس بتاع الجبن اللي عندي وهبدا اقلب كده برضو على نار هاديه لحد الجبنه ما تدوب خالص. خلاص الجبنه دابت وكل حاجه استوت تمام. نجيب العلبه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دهنه بسيطه جدا من الزيت في اي علبه عندك حتى لو في طبق، بس انا حبيت العلبه عشان تاخد شكل الجبنه بتاعتي، تاخد شكل العلبه يبقى شكلها بالظبط كانها جاهزه. ودهنت كده العلبة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد ما الجبنة ساحت خالص زي ما انتوا شايفين والقوام بقى تمام، هجيبها كده ونقول بسم الله ونصبها في القالب او في العلبة او في الطبق او في البولة، ايا كان اللي هتصبي فيه. المهم ان هي تكون مدهونة بالزيت. انا هنا مش هدخلها التلاجة على طول ومش هغطيها برضو على طول. لو يعني غطيتيها البخار طبعا اللي هيطلع على الغطا ده هيرجع تاني على الجبنة، لا قدر الله سبتيها شوية هتعفن معاكي بسرعة. فأنا هسيبها لحد ما تبرد تماما وبعدين هدخلها التلاجة وبرده مش هغطيها، ولكن أنا هحط عليها منديل يسحب أي رطوبة هتيجي، وكمان البلاستيك راب ده أو أي حاجة خفيفة يعني. دخلت التلاجة وبيتها. أنا كنت عاملاها تقريبا من المغرب، والتصوير هنا كان بعد صلاة الفجر على طول، يعني قعدت ما شاء الله وقت طويل أكتر من مثلا نقول 10 ساعات. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجيب الطبق ونبدأ نحطها فيه. بصوا الزيت هو اللي خلاها تنزل بالسهولة دي، عشان طبعا احنا قلنا العلبة مدهونة بالزيت. نشوف بقى كده ملمس الجبنة معايا ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم تبارك الرحمن. بجد انا كان عندي فضول قوي ان انا اشوف ايه طعمها ايه هل هي فعلا تستاهل او تستحق ان احنا نجازف ونعملها. طبعا دلوقتي اللبن مش بالهين، يعني الكيلو دلوقتي عدى، فما شاء الله لا قوه الا بالله. لا ما ندمتش، طعمها حلو قوي قوي قوي. اخدت الطعم بتاع الجبن اللي انت حطيتيه، سواء بقى جبنه رومي موتزاريلا، فاللي انت عايزاه بقى يعني على حسب ما انت حابه طعم الجبنه هيكون ايه. جبت كده رغيف بلدي وسخنته وحطيت عليه الجبنة وفردتها. ما شاء الله الملمس بتاعها بالظبط زي الجبنة المثلثات، طعمها حلو قوي. جبنة مطبوخ جامد بجد، موفرة وطعمها حلو مغذية جدا، ما فيهاش حاجات صناعية، عاملاها على ايدك. هتاكليها وانت مطمنة ان شاء الله.
طبقي بقى كده ودوقي احلى ساندوتش، هتلاقي نفسك بتسخني كمان واحد وبتجيبي واحد ورا التاني ورا التالت، مع بقى خيارايه مع طماطمايه مع شويه جرجير. عايزه اقول لك ان شاء الله ان هي حلوه قوي. انا عملتها لبنتي وهي رايحه المدرسه، وما قلتلهاش ان دي انا اللي عاملاها، والله 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 يمين هيحاسبني عليه ربنا وشاهد عليا في كلامي. جت من المدرسه شافتها في الطبق بتقول لي ماما الجبنه دي تحفه، انت جايباها منين؟ يعني اتفاجئت لما قلت لها دي اللي انا كنت بعملها وانت واقفه معايا، وما كانتش عارفه. والله العظيم بجد ما بكذب. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم جدا. يعني القطعه من دي دلوقتي بسعر خزعبلي، فاحنا عملناها في البيت بابسط طريقه. ايه، 4 معالق نشا، والملح موجود اكيد، والخل طبعا موجود. هو بس ان انت هتشتريه من بره الجبنه. ولو عندك كمان أي علبة جبنة معلبة، سواء بقى عبورلاند، رودس، فيتا، أي جبنة موجودة عندك ممكن تاخدي من الجبنة دي مقدار معلقتين كبار مليانين، وتحطيهم في اللبن مكان الجبنة، ميكس الجبن اللي أنا حطيته، وتحطي كمان معاهم مكعب زبدة. يعني الملخص كده من الآخر، لو حابة أي نوع جبنة معينة استخدميه في الخلطة بتاعتنا النهاردة دي وهتعجبك جدا إن شاء الله. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم. ما تنسوش تصلوا على الحبيب النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتذكروا الله كتير وتستغفروا الله، وشوفوا حياتكم هتتملي بركة وخير وسعادة ورزق ازاي ببركة الله وبركة الاستغفار وبركة الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نختم بباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسيبكم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.